هلو عاملين ايه؟ الفيديو ده اكتر فيديو طلب مني، وهو ايه الكورسات المجانيه اللي ناخدها عشان نفهم الذكاء الاصطناعي او نشتغل فيه او نستعمله في شغلنا. ومش هنكر بصراحه في مستويات كتيره قوي في السؤال ده، فسواء انت عايز بس تستخدم الاي اي في شغلك، او عايز تشتغل فيه وتبقى مهندس ذكاء اصطناعي بس ما عندكش اي خبره وما درستش حاجه زي كده، او انت اوريدي بتدرس وعايز تتعمق وتاخد كورسات ديب قوي في الاي اي، فهمشي معاكم مستوى وهقول لكم على كورسات كتيره قوي. اسمع الشرح بتاع كل كورس، واول ما تحس ان هو ده الكورس المناسب ليك اعرف بس اسمه وانزل تحت في الديسكربشن هتلاقي اللينك بتاعه، وهتلاقيني بقول لك بالظبط ازاي تقدم عليه. مش عايزه اعمل مقدمه طويله، يلا بينا. اول مستوى هنتكلم عليه هو حد بيشتغل في اي مجال غير الاي اي بس عايز يستعمله في شغله وعايز يطور من نفسه، عايز يستخدم بقى تشات جي بي تي ويعمل اوتوميشن في شغله، عايز له يكتب لك سكريبتات او يعمل بلانز او يعمل شيتس، ايا كان انت عايزه في ايه. واول كورس معانا الموضوع ده هو جوجل اي اي اسينشالز. ده كورس مقدم من جوجل وعلى coursera.org للمبتدئين، مدته حوالي 9 ساعات، لكن طبعا هو فيديوهات متسجله فانت تقدر تشوفه في اي وقت يناسبك. هتعلم فيه ازاي تستخدم الجينيراتيف اي اي زي تشات جي بي تي وجيميناي عشان يجيبوا لك افكار لشغلك، يعملوا لك محتوى، ياخدوا لك قرارات بس مش مصيريه قوي، يعني تدخل لهم داتا وهم يطلعوا لك قرار. حاجات من الاخر هدفها ان هي تسرع وتيره شغلك اليومي. هتعلم معاه حاجه اسمها البرومبت انجينيرنج، يعني ازاي تدخل طلباتك لتشات جي بي تي او جيميناي باحسن طريقه عشان يطلع لك اوتبوت مناسب ليك. والكورس ده لغته الرئيسيه هو الانجليش. ويا جماعه هقول تاني، مهما حاولتوا تهربوا من الانجليش لازم هيجي لك في وقت من الاوقات بليز، مهما كان سنك، مهما كان مجالك دلوقتي، خلصت مدرسه، هتدخل جامعه، او خلصت جامعه، او اشتغلت بقالك 20 سنه، اهتم ان انت تطور من الانجليش بتاعك. وهسيب لكم هنا فيديو، او هنا مش عارفه يطلع ازاي بالظبط، لمبادره كويسه جدا عاملاها الجامعه الامريكيه في القاهره، وهو عباره عن 12 كورس مجاني ل6 ليفلز في الانجليش، في اختبار تحديد مستوى في الاول. بجد الكورس رائع لو انت عايز تطور من اللغه بتاعتك. نرجع لموضوعنا. عشان تاخد الكورس ده عندك خيارين، يا تاخده بفلوس حوالي $250 مالناش دعوه بيه، انك تاخد فاينانشال ايد او مساعده ماليه من كورسيرا، يعني يتخصم لك 90% من سعر الكورس، لكن ده ابلكيشن طويل شويه، فهتلاقي الفيديو هنا او هنا مش فاكره برضو بشرح لك فيه بالظبط ازاي تقدم على الفاينانشال ايد بتاعت كورسيرا. تاني كورس هو قريب شويه من الاولاني، لكن ميزته انه مترجم بالعربي لو في اي حاجه ما فهمتهاش، الا وهو كورس How to use ChatGPT in business، او ازاي نستخدم ChatGPT في الشغل، خاصه ازاي نربطه بادوات تانية تساعدنا في الافشنسي او البرودكتيفيتي او الانتاجيه بتاعتنا. الكورس ده مدته من ساعه لساعتين على حسب الوتيره بتاعتك، وتاني هو متسجل تقدر تشوفه في اي وقت. مستواه يعتبر متوسط، بس محتاج انك تعرف ازاي تستخدم ChatGPT يبقى عندك اوريدي اكونت عليه. عشان تبدا فيه افتح اللينك ده واللي هسيبه لك تحت في الديسكربشن، دوس على فيو كورس ماتيريال، اعمل ساين اب واكتب البيانات بتاعتك، دوس على ستارت كورس وهيتفتح معاك على طول. تالت حاجه نتكلم عنها في نفس الليفل بتاع بس الناس اللي عايزه تعمل اي اي في شغلها، مش اكتر من كده، مش عايزين يكونوا مبرمجين، هو سبيشاليزيشن او مجموعه من 4 كورسات عاملاهم IBM اسمهم AI Foundations for Everyone. من الاخر مبادئ الاي اي للجميع. اول كورس فيهم بيعرفك هو ايه الاي اي ده اصلا، وايه الاستخدامات بتاعته في حياتنا اليوميه، وانه موجود باشكال كتيره قوي مش بس تشات جي بي تي وجيميناي، وازاي عنده القدره انه حرفيا يحول شغلك. تاني جزء فيه هو ازاي تستخدم الاي اي في شغلك بجد، وتستعمل الادوات اللي بتعمل صور وفيديوهات وسكريبت وبتنظم لك الداتا وادوات تانية كتيره قوي، وازاي تربط الحاجات دي بشغلك فتستفيد اكبر استفاده ممكنه. رابع كورس بقى وده احلاهم، ازاي تعمل تشات بوت من غير برمجه، وده باستعمال اداه اسمها واتسون اسيستنت، يعني تعمل الويب سايت بتاعك تشات بوت يتكلم مع الناس ويرد على اسئلتهم من غير ما تكون انت مبرمج. تقدر تاخد الكورسات دي بالترتيب اللي انا قلته لك، او تاخد اي واحد منهم على طول لو حاسس ان ده الموضوع اللي شدك، لكن خلي بالك لازم تقدم على فاينانشال ايد بتاعت كل كورس من دول لوحده. والابلكيشن مش بياخد منك اكتر من ساعه، وبياخد حوالي 16 يوم عشان يتراجع وتجيلك الموافقه على الايميل. الكورسات دي للمبتدئين ولغتها الرئيسيه هي الانجليش، لكن برضه مترجمه بالعربي. ده كان اول مستوى، يلا بينا على المستوى الثاني. تاني ليفل معانا هو الناس اللي عايزه تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء انت مبرمج او لا، طالب في حاسبات او لا، متخرج وعايز تعمل كارير شيفت، ايا كانت قصتك، انت دلوقتي عايز تشتغل في الذكاء الاصطناعي بس عايز حد يمشي معاك خطوه بخطوه. فاول حاجه لازم اقولها لك ان مجالات الذكاء الاصطناعي كتيره جدا. عندك مهندس ذكاء اصطناعي او AI انجينير، مهندس تعلم الاله او الماشين ليرنينج انجينير، عندك مهندس الروبوتات، مهندس السوفت وير، مهندس البيانات او داتا انجينير، ومجالات تانية كتير. فرشح انك الاول تقرا عن المجالات دي وايه المختلف ما بينها وتاخد كورس مناسب ليها. لكن انا دلوقتي هركز على اول واحده وهي مهندس الذكاء الاصطناعي او AI انجينير. لو عايز تشتغل الوظيفه دي لكن دلوقتي انت من الصفر، يبقى ارشح لك وبشده مجموعه الكورسات دي، مجموعه AI Developer Professional Certificate، ودي عباره عن 10 كورسات بتاخدهم في حوالي 6 شهور، قدمهم IBM على coursera.org. لغتهم الرئيسيه هي الانجليش ولكن مترجمين برضو بالعربي. ونصيحه مهمه جدا، طالما قررت تدخل المجال ده لازم تعرف المصطلحات بالانجليش عشان تعرف دايما تطور من نفسك وتشوف مصادر من بره. وهتلاقوني في
ليفل 3 اللي هنتكلم عنه بعد شويه للناس اللي اوريدي في المجال لكن عايزه تتعمق وتاخد كورسات متعمقه اكتر تقريبا. وللاسف كل المصادر اللي هتبقى مفيده بالنسبه لك في المرحله دي هي مصادر بالانجلش. فالكورس ده ميزته انك هتفهم لان في ترجمه بالعربي، لكن في نفس الوقت هتعرف المصطلحات دي بالانجلش من حد عارف كويس جدا ان انت لسه في الاول خالص، فمش بيتعامل معاك على انك بروفيشنال ابدا، بالعكس هو بيمشي معاك مبادئ البرمجه من الاول. في مجموعه الكورسات دي هتعلم حاجات كتيره قوي. هتعلم لغات البرمجه زي ال HTML، ال CSS، الجافا سكريبت، بعدها تستخدم البايثون واستعمالاته في الداتا ساينس وفي الاي اي. بعدين هتتعلم انتروداكشن للجنراتيف اي اي، وده ما يندرج تحته تشات جي بي تي وجيميناي والحاجات دي كلها اللي هي بتتعامل معاك على انها انسان، او من الاخر ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتعرف تثقف نفسها. ليله كبيره كده هتفهمها. بعدين هتتعلم تبني برنامج صغير من الجنراتيف اي اي بلغه بايثون. بعدها يبقى في حاجه اسمها كارير جايدنس، يعني يقول لك ايه المجالات اللي دلوقتي تقدر تشتغل فيها، ايه الوظائف المفتوحه دلوقتي، اللي انت اتعلمته ده اسمه ايه وتعرف تعمل بيه ايه، تكتب ايه في السي في بتاعك وتدور فين على شغل. مش هنكر بصراحه دي من احلى السيرتيفيكتس اللي ممكن تاخدها لو عايز تبدا في المجال ده. طب انا عايزه امتحن الامتحانات دي، عايز حد يتابعني، عايز اخد الشهاده بس مش عايز ادفع كميه الفلوس دي، لان افريج الكورس هنا حوالي $50، في 10 بنتكلم في $500، يعني النهارده حوالي 25000 جنيه. فازاي تدفع بس 10% من المبلغ ده وكمان تدفع كل كورس لوحده، يعني حوالي 250 جنيه بس في كل كورس. اولا هتدوس على اللينك اللي انا سايبه لك تحت في الديسكربشن، بعدين هتنزل تحت وتختار اول كورس، بعدها تطبق نفس الخطوات اللي موجوده في الفيديو بتاع الفاينانشال ايد اللي عندي على الشانل وهسيبه لكم تحت في الديسكربشن، وحاول اطلعه من هنا او من هنا مش عارفه. تاني حاجه وهي مبادره ارشحها لك وبقوه، مبادره فيوتشر سكيلز فور اول واللي مقدماها اليو ان دي بي. دي مبادره فيها اكتر من 60 مجال، مش عايزه اكلمك كتير عنها، لكن في تراك كامل للهارد سكيلز عشان تشتغل وظائف جديده، تعمل كارير شيفت. منهم وظيفتين مهمين جدا، هو مهندس ذكاء اصطناعي ومهندس في تعلم الاله او الام ال. دي مبادره مجانيه بالكامل وبتمشي معاك خطوه بخطوه وفيها كورسات بالعربي. لو عايز تقدم فيها الدوره الاولانيه لسه خلصانه والثانيه هتبقى في شهر 1 2025، مش عارفه بقى نتفرج على الفيديو ده امتى. والتقديم عليها من فيديو هسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن، واحاول اطلعه هنا او هنا. هتلاقي الفيديو متقسم ل3 تراكس، روح على التراك الثالث على طول وقدم. ده كان الليفل الثاني، يلا بينا على الليفل اللي بعده. ثالث ليفل وهو للناس اللي اوريدي بتدرس ذكاء اصطناعي او بتدرس برمجه او في حاسبات وعايزه تتعمق بقى وتاخد حاجات للناس الانترميديت او البروفيشنال تقرا بره نطاق الكليه بتاعتها، لكن اوريدي عندهم خبره في البرمجه وفي لغات البرمجه. انا هنا مش هقولك على كورس معين، لكن هقولك على المصادر اللي تدور عليها. اول مصدر هو موقع يوداسيتي، وهو بالنسبه لي من اقوى المصادر لتعلم اي حاجه ليها علاقه بالبرمجه، الديب ليرنينج والماشين ليرنينج وغيرهم. يبدا معاك كل حاجه من دول، من اول الانترودكشن المبادئ بتاعتها لغايه الاكسبرت ليفل او اخر مستوى. كمان الحاجات الحلوه عليه قوي ان عليه كورسات تاخدها بس في 30 يوم للغات برمجه معينه، ازاي تبقى فريلانسر. ومش هنكر بصراحه الكورسات عليه بتبقى غاليه شويتين، لكن كتير قوي بينزل كورسات ببلاش ودي اللي تركز عليها دلوقتي. لكن لو في كورس معين هيفيدك جدا في شغلك بصراحه انصحك وبشده ان انت تشتريه. تاني مصدر هو كاجل، وده ويب سايت عاملاه جوجل ويعتبر زي كوميونتي للناس اللي شغاله في الداتا ساينس والماشين ليرنينج. هتلاقي عليه مسابقات تتنافس بيها مع داتا ساينتست تانيين او ماشين ليرنينج انجينيرز تانيين. هتلاقي عليه فورم او مكان بتنزل فيه المشاكل اللي بتقابلها وانت بتتعلم حاجه زي كده او بتشتغل، او مشاكل مع كلاينت، ومهندسين تانيين بيدخلوا يردوا عليك ويقول لك ازاي تتخطى المشكله دي او تدور فين على الحل، يعني زي فيسبوك وانستجرام كده بس المهندسين الام ال والناس بتوع الداتا ساينس. ثالث مصدر وهو المقرب الى قلبي الا وهو كورسيرا، وزي ما عليه كورسات للمبتدئين جدا اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، عليه كمان كورسات متعمقه جدا ومن شركات زي IBM، زي جوجل نفسها، ديب ليرنينج اي اي وغيرهم. فدور عليه وصدقني مش هتندم. 4 وهو تاني ويب سايت مقرب الى قلبي الا وهو EDX. وEDX زي ممكن يجيب كورسات ديتيلد جدا عن تعلم اللغه الصينيه وبتفيدني جدا، بيجيب برضو برامج ديتيلد جدا عن البرمجه وعن الاي اي وعن الداتا ساينس، وبيقدم فاينانشال ايد، وعنده اي كورس ممكن تاخده ببلاش لو مش هتاخد الشهاده بتاعته، فبرضه مش هتندم لو دورت عليه. بس كده دي كانت مجموعه كورسات لليفلات مختلفه جدا من الناس اللي عايز تستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلها، او ناس عايز تشتغل في الذكاء الاصطناعي وتبقى مبرمجه، او ناس اوريدي شغالين وعايزين يطوروا من نفسهم. بس كده قولي تحت في الكومنتس عايزين نتكلم المره الجايه عن ايه، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.